Why are the Spanish teams dominating football? People that don't understand football, they play football. They think it. The kids really are doing it. From the beginning here, the turn. You want to talk a little bit about La Masia? Again, I just feel like it's also their identity, you know. Todo lo que tenía en el banquillo para remontar un 1-2, que era clave. Ojo a Leo Messi, el remate. What I can see in the first training session, it's unbelievable. So I have to say thank you to La Masia. Good evening, everybody, and welcome to a hugely anticipated game in the city of Valencia. Little Levante facing the ultimate challenge, and the atmosphere is quite sensational here tonight. 25 نوفمبر 2012 برشلونه وليفانتي، ماتش عادي جدا في الليجا في العصر الذهبي بتاع برشلونه بتكسب ليفانتي يوميها 4-0، بس الاهم ان برشلونه يومها بتعمل رقم قياسي في تاريخ الكوره، كاول نادي يلعب ماتش كامل ب 11 لعيب من الناشئين، وده شيء جامد جدا بس برضه مرعب. وده خلينا نسال سؤال، هو ايه اللي بيحصل داخل اللمسيه؟ بس بقى عشان نجاوب على سؤال زي ده محتاجين نرجع للاول خالص ونفهم الاول يعني ايه كلمه لمسيه. فانت لو بصيت على كلمه لمسيه بقى، عملت لها جوجل ترانسليت على اي معجم انجلش حتى وتعمل ترانسليت، هتلاقي ان في الانجليش كلمه لمسيه فكرتها ذا لاند فورم، او بالعربي المزرعه ذا فارم هاوس، مش هنختلف. وده بالنسبه لي كان شيء غريب، لانك فعلا لو رحت بصيت على مبنى اللمسيه القديم وقعدت تمشي ورا تاريخه هترجع 200 سنه قبل انشاء نادي برشلونه خالص، وبالذات في 1700 هتلاقي ساعتها ان فعلا المبنى ده كان مزرعه. ولو بصينا على الناحيه الثانيه في اللغه الاسبانيه وحاولنا نوصل لمعنى كلمه لمسيه او كلمه مسيه، هي مزرعه بس ربطها كلها بكلمه لمسيه بيوصل حاجه ثانيه، هي وجود فعلا مزرعه بس حوالين كره كبيره. وده يخلينا نروح لبدايه الخمسينات خالص. ساعتها نادي برشلونه فعلا اشترى المزرعه دي من عيله ثريه في كاتالونيا، وفي بدايه 1957 وبالذات بعد افتتاح ملعب الكامب نو، اداره برشلونه ساعتها تقرر ان هي تعمل فيها مقر للاداره وهتغير هيكله المزرعه خالص. بس تمر السنين ومع زياده اللعيبه الاجانب، وبالذات في 1975 مع بدايه ظهور لعيبه اجانب كتير في برشلونه، ويوهان كرويف جه قبليها، بالذات في سنه معينه في 1979 يبتدي يبقى في لعيبه كتير اجانب بتيجي برشلونه، ناشئين، ناس 18 سنه محتاجين بيوت. ساعتها الاداره بتقرر ان هي تبتدي تعمل سكن جوه المزرعه، ويقترح بعديها على طول على رئيس برشلونه، ساعتها كان رئيس برشلونه لويس نونيز، اقترح عليه المساعد بتاعه ان هم يحولوا المزرعه لمكان او منشاه تدريبيه للعيبه الصغيره. بس بص، سيبك من فكره اللمسيه وخلينا نرجع للكونسبت ورا شويه، وهو فكره المزرعه. المزرعه مكان موجود في العالم كله، في كل مدن العالم، وفكرته قايمه على مكان بيعمل اكتفاء ذاتي، بيقدم منتج معين، ممكن حد شاريها عامل اكتفاء ذاتي وما بيبيعش. واشهر مزرعه في العالم ممكن ناخدها كمثال هي مزرعه الجده بطه في مدينه البط. المزرعه دي كلها كانت قايمه على ست واحده، وهي الجده بطه اللي كانت وارثه ساعتها المزرعه. الجده بطه فكرتها او السيستم بتاعها كان قايم عليها، بس هي كان عندها سيستم واضح جدا. اول حاجه ان هي تقدر تعمل اكتفاء ذاتي، تاني حاجه انها كانت كل شهر بتقدم منتج بنفس الجوده بنفس الكميه، وغير كل ده هو مكان بتتلم فيه الاسره، ممكن الشباب فيه بتتعلم الاسس، ناس كبيره تقابل بعض. وهو ده اللي كان بيحصل في برشلونه وبالذات في لمسيه. برشلونه كل سنه بيتقدم لها فوق ال1000 طفل، وبرشلونه بتبتدي تنقي على حسب الجوده، على حسب الشخصيه، على حسب المهاره، حسب اختبارات كتيره جدا لحد ما بيوصلوا 200 شخص. بس المهم مش الاختبارات، المهم هو ايه اللي بيحصل جوه المزرعه. وده اللي اتكلم عليه بيب جوارديولا في تصريحه الشهير اللي قال فيه ان اي لعيب بيعدي داخل اللمسيه بيبقى فيه حاجه مختلفه، وده ممكن اللي بيتعمل بسبب القوه التنافسيه اللي موجوده داخل اللمسيه. بس هو فعلا ايه اللي بيحصل داخل اللمسيه؟ بص، هو الموضوع بسيط خالص. انت بعد ما بتعدي بقى الاختبارات وانت عندك 6 سنين كده، تعدي بعد 6000 بني ادم انت واحد تخش اختبارات وكل ده، تبتدي تخش في سيستم اللمسيه. سيستم اللمسيه هو بسيط جدا، من سن ال6 سنين لحد 18 سنه او لحد فوق ال 18 سنه اي حد داخل اللمسيه بيمشي على السيستم. اول حاجه اللعيبه كلها بتبتدي تصحى الساعه 7 الا ربع، يصحوا يبتدوا بقى يغسلوا وشهم، يغسلوا اسنانهم، الحاجات الطبيعيه اي بني ادم طبيعي بيعملها لما يصحى. بعد كده على 7 وربع 7 وثلث يبتدوا ياكلوا، ياخدوا الفطار بتاعهم كلهم في ساحه واحده، يعني مطعم واحد كبير، كلهم نفس نوعيه الاكل، نفس كل حاجه، طبعا مع اختلاف ان لو في لعيب ماشي على نظام معين عشان لو ايه حد يبتدي يخش في التفاصيل الخنيقه دي. بعد كده بعد 7 وربع 7 وثلث يروحوا على الساعه 8 ل 10 يجي لهم باص بره المقر ياخدهم يوديهم المدرسه اللي جوه المقر، بس بره المقر اللي هم نايمين فيه يروحوا ايه المدرسه. خلصوا المدرسه الساعه 2 ونص ياخدوا الحاجه الجميله بتاعهم الدينر او ممكن نقول اللونش، ياخدوه يتغدوا. بعد ما يخلصوا الساعه 5 يخشوا حاجه زي محاضره.
المحاضره التعليميه دي بقى بتبقى حاجه ليها علاقه اكتر بحد قديم في برشلونه، يعني ممكن يجي لهم بيب جوارديولا يتكلم معاهم، يجي لهم مش عارف مين، بس اغلبيه الوقت بيبقى حد اللي هو اداري جوه مثلا برشلونه قاعد فاضي فيروح يديهم محاضره الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل عادي، يديهم محاضره الساعه 5 عن الكوره او قبل الساعه 5 كمان بشويه، بعديها على طول يبتدوا بقى التمارين بتاعت الكوره. وبرده بعد ما يخلصوا تمارين الكوره بيبداوا تمارين الكوره عموما بقى كبدني كفتنس ككل حاجه، وبعد ما يخلصوا بيلعبوا لعب تاني، يعني هم في لمسيه جوه بيتمرنوا كوره وبيتمرنوا معاها باسكت، يعني بعد ما يخلص كوره بيتمرن باسكت، بعد الباسكت خالص بعد ما يخلص يومه كله يبتدوا ان هم يتجهوا لفكره الفري تايم او فكره بقى لو خلاص ابتدوا يبصوا على فكره ان هو مثلا حد بيلعب بلاي ستيشن، حد بيلعب كارد جيمز، حد مش عارف ايه، وبعد كده بيبتدوا يروحوا يتعشوا على الساعه 9 الساعه 10 ياخدوا العشاء ويخشوا يناموا ويعيدوا كل يوم نفس اليوم. هو سيستم مرعب، بس لو انت بصيت له من الصوره البعيده الكامله هتلاقي انك انت لو بتعمل الحاجات دي كل يوم لمده 16 سنه مع ناس حواليك. تخيل انت بتروح كل يوم الصبح المدرسه مثلا، انت واحد في اولى اعدادي بتروح انت و25 واحد كل يوم الصبح بتنزلوا، فاهم؟ فبتعمل شله، بتعمل كونسبت عيله اكبر من شله، بتعمل عيله ناس بتشوف بعض كل يوم. فهو فعلا سيستم مرعب، ولو بصيت عليه ورجعنا لفكره مزرعه الجده بطه هتلاقيهم متشابهين، هي نفس الكونسبت مع اختلاف المنتج. ممكن جده بطه كانت بتطلع هو المنتج بتاعها عسل، ممكن بلوجرانا او برشلونه بتطلع كونسبت اللعيب او فكره الناشئ وبتعمل منه اكتفاء ذاتي. بس المرعب في موضوع برشلونه ان برشلونه فعلا عارفه تطلع لعيبه بنفس الاساسيات. سيبك من الجوده، اركن الجوده دلوقتي على جنب، احنا بنتكلم على الاساسيات، استلام تسليم مثلثات مربعات، الحاجات الحلوه دي كلها. هتلاقي ان برشلونه عارفه تقدم لعيبه بنفس الاساسيات. يعني ابسط مثال لو بصيت على 3 لعيبه مثلا باختلاف اعمارهم واختلاف جيلهم والجينيريشن بتاعتهم داخل اللمسيه كمان مش فكره بره، حد زي تشافي سيمنز، حد تاني زي اولمو، حد زي ريكي بويج في امريكا، لو بصيت عليهم هتلاقي ان ال3 بياخدوا نفس السبعه، هي نفس السبعه، هم بياخدوا السبعه عادي جدا، بس ما فيش حد طبعا هيجي ايه السبعه اللي هي بتاعت انيستا دي محدش هيجي لها، بس عندهم اساسيات السبعه. لو بصيت عليها وشلت النص من فوق وما ركزتش اللعيب ده منين هتلاقي ان اولمو بياخد نفس السبعه بتاعت ريكي بويج اللي بياخدها تشافي سيمنز في المانيا، هي وده بالنسبه لي مرعب انك انت تقدر تعمل في السنه 100 بني ادم بياخدوا نفس السبعه. ده شيء مرعب بيدل على حاجه واحده وهي اهميه السيستم، وغير اهميه السيستم التركيز في التفاصيل، لانك فعلا التركيز في التفاصيل البسيطه ممكن يخليك تجيب ميداليه وممكن يخليه لعيب عادي جدا بطل. وهو ده اللي اتكلم عليه جيمس كلير في كتابه اتوميك هابتس. جيمس كلير لما اتكلم في كتابه اتوميك هابتس كان بيتكلم على التفاصيل، وذكر قصه مشهوره جدا، قصه منتخب بريطانيا للعجل في 2003. منتخب بريطانيا للعجل او للدراجات مش هنختلف، منتخب بريطانيا كان ساعتها منتخب بريطانيا العظمى في 2003 كان عمره ما خد ميداليه ذهب من ساعه 1908. وفي بطوله مشهوره جدا من بطولات العجل في العالم، بطوله تور دي فرانس في فرنسا، منتخب بريطانيا عمره ما كسب البطوله، وكان في مشاكل كتيره جدا وتغيرات بقى في الجهاز الفني وبيجيبوا ناس وحوارات لا غنى عنها. يعني عموما اللي حصل ان هم قرروا ان هم هيعينوا حد محلل اداء، هيجيبوا حد بيرفورمانس دايركتور، وهناك ساعتها وقعوا عينهم على ديف ده شاب عادي 39 سنه. ديف بقى كان عنده وجهه نظر مهمه جدا، انك شايف انك كل يوم ممكن تعمل انجازات، الانجازات دي انت مش هتحس بيها، حطها كلها تحت فكره واحده وطلع كونسبت ان احنا ممكن نطور منتخب بريطانيا للعجل كل يوم، مش لازم نطوره بالسنه ومش لازم نقيس اداؤه بالسنه. وساعتها ديف ابتدى فعلا يشتغل ويركز في تفاصيل، اداء التفاصيل. يعني لما كان منتخب بريطانيا بيروحوا يتمرنوا عجله سايكلينج وهم قاعدين في مكانهم مش عارف ايه، يحط لهم على رجل كل واحد فيهم ازازه، طبعا هم بره بيحط ازازه خمره، احنا مثلا بيحط له ازاز مش هنختلف جواها ايه، بيحط له ازازه. حلو، ليه بيحط له ازازه؟ عشان فكره البالانس، فكره ان هو يخلي عنده دايما توازن. بعد كده ابتدى يخش في تفاصيل اكتر، ابتدى يركز مثلا في المخده اللي بيناموا عليها ان هي مثلا خامتها، ابتدى يركز في الباص اللي هم بيطلعوا بيه يبقى لازم يبقى على طول نظيف، لازم على طول مدهون، ابتدى يركز في الانفايرمنت او ممكن نقول الصوتس والافكار اللي بتبقى حواليهم، ان فكره انك دايما تبعد عنك النيجاتيف صوتس. وفعلا وجهه نظر ديف ابتدت تشتغل، وفي بطوله اولمبياد بكين 2008 منتخب بريطانيا للعجل يسيطر على البطوله، 60% من ميداليات الذهب بتاعت اللعبه بتروح لبريطانيا. وفعلا ابتدي يفكر ان هم عايزين بقى ياخدوا البطوله الكبرى، البطوله اللي عمر ما بريطانيا خدتها اللي هي تور دي فرانس. وديف ياخد من وجهه النظر بتاعته، وجهه النظر بتاعت احنا نزود ونقيس كل يوم 1% ونركز على المدى القصير، وراح طبقها مع المنتخب اللي شغال هناك في تور دي فرانس. وفي 2012 بريطانيا تاخد اول ميداليه ليها في تاريخ البطوله كلها، يعني مش في سنتها. بعديها عموما بعد ما ياخدوا الميداليه بريطانيا تعمل انجاز غريب، البطوله اللي قعدوا طول عمرهم ما بياخدوهاش
وبسيستم جديد وراجل جديد بعد ما كسروا اول عقده. بريطانيا تاخد 2013 تاخد 15 تاخد 16 وتاخد 17 وتاخد 18. المهم ان هي تقعد تخش البطوله دي بعديها 8 مرات تاخد منها 6. وهو ده فعلا اللي بيحصل عموما داخل برشلونه الاكاديميه او اللمسيه. لو احنا بنتكلم النهارده على اللمسيه برشلونه كلها بدات في مزرعه صغيره، بس عشان برشلونه فعلا بتهتم بالتفاصيل وعايزه تطور الموضوع، خدت الموضوع لليفل اكبر. كبرت المزرعه، الموضوع بسيط، خدت السيستم اللي اتعمل على مزرعه صغيره خدته وكبرته، ونقلت المزرعه اللي كانت جنب ملعب الكامب نو في 1950 وخدتها للمقر الجديد مقر اخوان جمبر. والمزرعه القديمه كانت بتاخد مثلا 60 بني ادم، كان اخرها اللي يبات فيها 60، يعني ممكن يجي مثلا يلعب فيها 200 بني ادم عادي، بس اللي هيبات بالليل اللي هياخد السيستم اللي اتكلمنا عليه هو 60 بني ادم. فعشان برشلونه كانت عايزه ان ال 200 ياخدوا السيستم او ال 1000 ياخدوا السيستم، نقلوا المشروع والفكره كلها في 2011 لاخوان جمبر. ساعتها برشلونه عملت مكان فعلا فيه كل حاجه، مكان فيه اكل شرب مدارس، عايز تلعب كوره عايز تلعب باسكت، كل اللي انت عايز تعمله جوه مقر اخوان جمبر. عيله كبيره، المزرعه كبرت، يعني تخيل انت كنت 60 واحد بيباتوا بقت العيله مره واحده 1000 جوه نفس السيستم. وده شيء مرعب بس وشيء جميل وشيء صعب يتنفذ، وده يدل على التفاصيل وعلى الاهتمام اللي برشلونه تهتم بيه عموما باللمسيه. بس هل بقى سيستم زي اللي برشلونه عاملاه واللي احنا اتكلمنا فيه ده كله، سيستم زي ده ممكن يظلم لعيب؟ هو ممكن، وانا معاك ان هو ممكن لعيب يتظلم. يعني لو رجعنا بصينا على دفعه 1987 او دفعه 87 المشهوره في تاريخ اللمسيه، الدفعه دي من الدفعات اللي نقلت عموما اللمسيه او كونسبت الناشئين في برشلونه من حته لحته. ودي الدفعه اللي ممكن تقارن بفكره بطوله 2012 اللي اتكلمنا عليها في الدراجات بتاعت بريطانيا بتاعت تور دي فرانس. هو دي السنه اللي نقلت برشلونه من مكان عنده ناشئين لمكان تاني خالص. دفعه 87 دي كان فيها اساطير، كان فيها فابريكس، كان فيها بيكيه، كان فيها طبعا الاسطوره ميسي. بس لو رجعنا وبصينا عموما على فرقه 87 او جيل 87 في برشلونه، هنلاقي ان النجم الاول بتاع برشلونه ما كانش ميسي وما كانش فابريكس. النجم الاول في برشلونه كان لعيب او ممكن نقول فيكتور فاسكيز. فيكتور فاسكيز هو كان لعيب في ناشئين برشلونه، كان لعيب مرعب، موهبه العالم كله، مش هنقول العالم، موهبه اللمسيه كلها بتتكلم عليها، موهبه مرعبه لدرجه او الفكره في فيكتور فاسكيز ما كانش لعيب عادي. ليه ما كانش لعيب عادي؟ انت بتتكلم في لعيب صغير، هو مثلا مش كانش بيشوط فاولات بس، فيكتور فاسكيز كان النجم الاول، بيشوط فاولات، بيلبس 10، الكابتن، بيشوط ضربات جزاء، يعني كل حاجه في الفرقه. لدرجه ان جيل 87 جوه اللمسيه لما بيجي يتقال مثلا، ما بيتقالش جيل 7 دلوقتي لحد دلوقتي، يعني سوري، ما بيتقالش جيل 87، بيتقال جيل فيكتور فاسكيز او بيتقال جيل فاسكيز. لعيب زي ده كان العالم وكل مدربين اللمسيه ساعتها، ما حدش طبعا، ميسي كان طفره بس ما حدش كان مركز غير مع النجم الاول هو فيكتور فاسكيز، وكله كان مستني ان الراجل ده لما يطلع مثلا فيرست تيم هيدمر الدنيا. واحد من سن ال6 سنين لحد 16 سنه ارقامه مرعبه. بس المشكله اللي حصلت مع فيكتور فاسكيز ان كل فرقته بنفسه كلهم اتصعدوا لبرشلونه بي. بعد ما اتصعدوا كلهم لبرشلونه بي عموما حصلت مشكله ان ابتدى يجي الفاسكيز اصابات خفيفه، يعني يجي له اصابه في الانكل، يجي له اصابه في ظهره، اصابات اللي هي مثلا تغيبه اسبوع اسبوعين، اخرها يوم ما تكبر قوي شهر. وده اثر على حاجه مهمه، ولا بقى اداؤه ولا قوته، بس اثر على فكره تصعيده من برشلونه بي للفيرست تيم. واللي حصل ساعتها ان اغلبيه نجوم الفرقه او اللعيبه اللي كانت كويسه ممكن تتصعد زي ميسي زي بيكيه زي فابريكس ولعيبه ثانيه اتصعدت، والمزرعه عملت الاكتفاء الذاتي للنادي الكتالوني او لبرشلونه، والموضوع خلص. وفضل فيكتور فاسكيز جوه برشلونه بي وما عرفش يخرج منها. ففعلا جوه برشلونه هو في عامل سلبي، بس العامل السلبي هنا هو ممكن يبقى سلبي على اللعيبه، سلبي على لعيب 2 3، بس هو ما كانش سلبي على الاداره. اصل انت حاطط كل الناس دي في مكان واحد، تديهم نفس الاكل، نفس الشرب، نفس الخدمات، نفس كل حاجه. فاللي حصل مع فيكتور فاسكيز هو اللي اتكلم عليه بيب جوارديولا في تصريحه لما قال ان في قوه تنافسيه مرعبه داخل برشلونه. فالموضوع بسيط، انت لو ما لحقتش غيرك هيلحق، لان كل اللعيبه في اللمسيه جاهزه ومستعده للحظه دي ان هو يطلع من بي لفيرست تيم في برشلونه ويلعب جوه الكامب نو. وبعديها فيكتور فاسكيز ساب برشلونه وراح كلاب روج وقعد يلف على فرق كتير ولحد دلوقتي بيلعب. وفعلا هي لمسيه ظاهره ومشروع وسيستم وحاجه مرعبه محتاجه تدرس، وازاي الناس دي عارفه تعمل سيستم بالطريقه المرعبه دي. وغير ان هي عارفه تعمل سيستم، هي عارفه تعمل نتائج، ونتائج مش 10 سنين ولا 20 سنه فوق ده. لو سالتني في اخر 10 20 سنه في شمال افريقيا او بالذات، يعني سيبك من شمال افريقيا، بنتكلم على الوطن العربي كله، مين اللعيب اللي فعلا متاسس صح؟ طبعا بعيدا عن حد زي محمد صلاح، لان في الاول وفي الاخر صلاح هو طفره،
انت ما تقدرش تطلع كل يوم محمد صلاح. محمد صلاح هو موهبه مع اجتهاد، واحنا هنا بنتكلم على لعيب نادي الزمالك المصري، بنتكلم على احمد سيد زيزو. لو بصيت على زيزو هتلاقي ان زيزو عادي، لعيب طلع من وادي دجله، احترف، لف في ليرس، راح على البرتغال، بعد كده رجع على الزمالك. كل ده بقى ايه؟ مش فارق لي، يركن كل ده عادي، جيبوا له ويكيبيديا. زيزو فكرته او الحاجه بالنسبه لي المرعبه في زيزو ان زيزو هو لما تبص على اللقاءات والتصريح اللي قالها، زيزو لما بدا في عموما في وادي دجله او حتى في الناشئين، زيزو كان في معسكر، وكان دايما حياته كلها كده، مش معسكر اللي هو بيروح يحبسوه، كان حاجه نفس كونسبت اللمسيه على صغير، يعني تعمل في مصر على صغير. حلو. وده كان بيقدم ان زيزو قادر ان هو يبقى مركز في الكوره، بيتعلم في جوه المعسكر، بيذاكر، بيصلي، بيعمل كل حاجه، بجانب كل ده مركز على الكوره، ما فيش اي حاجه في دماغه بره الكوره. وده بالنسبه لي اللي باين، او سيبك بقى من الدماغ ومين فين والكلام ده، بص على كواليتي زيزو في الملعب. انا بالنسبه لي انت في الاول في الاخر ما تقدرش تطلع محمد صلاح كل يوم، بس تقدر تطلع 50 زي زيزو كل سنه، لان اللي زيزو وصل له هو اجتهاد، بس اجتهاد بسيستم. ممكن مش كل ماتش يبقى السوبر ستار، يعني حاجه زي دي بقى نرجع لواحد زي محمد صلاح، او محمد صلاح يقدر كل ماتش يبقى سوبر ستار. في الاخر ممكن في الوطن العربي او في مصر تلاقي اكاديميات طالعه دلوقتي زي زميكر بتحاول تقدم حاجه زي كده. بس بالنسبه لي بقى في الاخر عايز اقول لك حاجه، لو انت فاكر ان الكونسبت ده صعب يتحقق في الوطن العربي، فانا او في شمال افريقيا احب اقول لك ان هو اتحقق، مش ازاي يتحقق. ففي الاخر احنا وصلنا لاخر الحلقه، ولو عايز تعرف ازاي الكونسبت ده اتحقق في الوطن العربي ومين الدوله اللي حققته، استنى الحلقه الجايه. وانا مصطفى دسوقي، وده بلان بي، وكده كده كوره مفيش احلى منها، عشان كده كده حواديها ما بتخلص. I els hi posem totes les condicions, les facilitats perquè puguin desenvolupar tot el seu talent. Després d'això